بنشوف ليندا بتعمل أشعة على المخ لأنها بتعاني من آثار الارتجاج اللي جالها بعد الحادثة الأخيرة يوم التكريم، والدكتور بيقول لكيم جوزها إنه هيشوف صورة الأشعة ويرجع يطمنه. فبيتكلم كيم مع ليندا في اللي حصل، وفي اللحظة دي بيرجع الدكتور وبيقول لهم معلش يا جماعة الأشعة باظت ولازم نعيدها تاني. وهنا ليندا بتبص على فيلم الأشعة وبتتصدم بملامح وش مرعب وكأنه شبح لازق ورا راسها في الصورة. بعدها بنتنقل لمحل الانتيكات وبنشوف روز وهي بتتكلم مع زبونة اسمها جينا، بتبقى جايبة معاها صندوق خشب قديم مليان كراكيب وحاجات أثرية. وفي نفس الوقت ليندا بتتكلم مع مامتها في التليفون وبتقول لها إنها لسه راجعة من عند الدكتور وكل حاجة تمام، بس هي محتاجة تقابلها ضروري وتتكلم معاها في موضوع مهم بخصوص أبوها. وبترجع ليندا لجينا اللي بتقول لها هي وروز إن الصندوق ده بقاله سنين بيتنقل من بدروم لسطوح وهي كانت هترميه، وبتوضح إن الحاجات دي كلها كانت بتاعت أبوها. فليندا بتسألها باستغراب إزاي عاوزة تبيع كل ذكرياته وبسهولة كده. فجينا بترد بحزن وبتقول إن أبوها وأمها ماتوا وهي صغيرة جدا فمعرفتش عنهم كتير، وحتى الصور اللي جوه ما تعرفش أغلب الناس اللي فيها. وهنا ليندا بتلاحظ طاقة غريبة طالعة من الصندوق وبتحس فجأة ببرودة بس ما بتهتمش. ولكن فجأة روز بتطلب منها بسرعة تنزل الصندوق ده للبدروم تحت علشان محدش يفتش فيه قبل ما يجهزوه للبيع. وبيبقى باين على روز انها عاوزة توزع ليندا بأي طريقة وشكلها كده مستنية حد مش عايزة ليندا تشوفه. ولما بتنزل ليندا بالصندوق فجأة بتسمع نفس الصوت المخيف تاني وبيتسحب الصندوق من الأرض لوحده بعنف، وبنشوف باب غريب وحركة وأصوات مش طبيعية وراه. وفي اللحظة دي بيختفي، فبترجع بسرعة علشان تنادي روز، ولكنها بتلاقيهم عاملين لها مفاجأة وبيعرفوها ان مجلس المدينة عامل الاحتفالية دي علشان يدوها درع تكريم بسبب عملها البطولي اللي انقذت في الاطفال من الكارثة اللي حصلت. وفي اللحظة دي بيجي مصور صحفي وبيبدأ يصور الموجودين، وانا عاوزاكم تفتكروا الشخص ده كويس علشان هيرجع له تاني بعدين. بعدها ليندا بتقعد مع هان في مطعم وبتحكي له انها شافت رؤية لباب قديم لفتحة صغيرة وكانت سامعة منه صوت خشب بيتكسر وحاجات بتقع. فهان بيحلل الموضوع وبيقول لها ان الابواب في الاساطير معناها النهايات او البدايات، واحيانا بتبقى طريق الوصول للحقيقه. وفجأة بتفتكر وش الشبح اللي ظهر وراها في صورة الأشعة وبتحكي له عليه وبتقول له إن شك إن أبوها. فبيقول لها إيه ده حتى أشعتك مسكونة، وبيسألها عن آخر مرة شافت فيها أبوها. فبتقول له من زمان وهي عندها 11 سنة. فبيسألها عن جو اللي بتبقى شاكة إنه أخوها، وبيبقى فجأة اختفى تماما من البلد بعد الحادثة. لكن أثناء ما هي بتتكلم فجأة بتلاقي الأرض بتتهز تحتيهم وبتشوف إيدين غريبة بتتحرك وبتقرب عليها، بس هان طبعا ما بيشوفش حاجة من دي. بعدها ليندا بتروح تزور مامتها وبتسألها بصراحة امتى كانت آخر مرة شافت فيها باباها، بس الأم بتتهرب وبتقول إنها ما بتحبش تفكر فيه أصلا. ولكن ليندا بتضغط عليها وبتقول لها إنها شافت شبحه ومعنى كده إنه مات. فالأم بتستغرب وبيبان عليها القلق وبتسألها عرفت منين. فبتقول لها لاني شفته لما كنت بموت وهو اللي قال ان عندي اخ. واول ما الام بتسمع كده بترد باستهزاء ان ممكن يكون بيتهيألها بسبب الارتجاج. وهنا ليندا بتتعصب وبتعرفها ان في شبح بيطاردها دلوقتي وله علاقه بابوها وبعالم تحت الارض وهي لازم تساعده. فالام بتصرخ فيها وبتقول لها انها ما جابتش طفل تاني غيرها وان ابوها سابهم ومشي من سنين وما يعرفوش عنه حاجه ولا شافت روحه قبل كده، وبتنصحها ما تعملش منه بطل في خيالها لانه ما يستاهلش. في نفس الوقت ده بنشوف المصور اللي صور ليندا قاعد بيتفرج على الصور وفجاه بيتصدم ان في شخص وشه متشوه بيظهر ورا ليندا في لقطه وبعدها بيختفي كانه اتبخر. وبالليل بنشوف ليندا في بيتها وهي بتدور في صندوق قديم من ذكريات طفولتها وبتشاور لكيم على صورة أبوها وبتقول له إنه لو عايز يقول لها حاجة ليه ما بيظهرش بوضوح. وبتحكي إنها وهي طفلة كانت دايما بتتخيل إن أبوها هيرجع في يوم من الأيام وهيخترع كذبة خيالية زي إنه اتخطف من جواسيس وحرقوا كل جواباته ليها، وبتقول إنها كانت مستعدة تصدقه وتسامحه في أي حاجة لمجرد إنها كانت محتاجاه يكون لها أب. علشان كده بتشك إن فعلا عقلها بيهيأ لها اللي بيحصل علشان يسد الفجوة بسبب فقدانه. بعدها بتروح ليندا تطلع الزبالة بره، ولكن فجأة بتلاقي الأرض بتتحرك وبيظهر من تحتها شبح شكله مبهدل ومتغطي بالتراب وهو بيصرخ في وشها بكل غل وبيقول لها انت اللي قتلتيها، بيفضل يشد فيها لتحت الارض.
فليندا بتصرخ من الرعب، وكيم بيجري عليها يلحقها وبيطمنها ان مفيش حاجه وانها كويسه. وتاني يوم الصبح بتحكي الروز اللي حصل، وان كيم ما شافش حاجه من الرعب اللي هشته كالعاده. وفي وسط كلامهم بيدخل المصور وبيعرف ليندا انه اسمه يوسف، وبيوضح لهم انه هو اللي بيدير مدونه فتح الشيطان اللي بتنشر فضايح واسرار الناس اللي في المدينه. وبيقوم مطلع صور ليندا وبيوريها الراجل المبهدل اللي مليان طين وتراب، وهو واقف في الخلفيه لثانيه واحده واختفى. فبتغلوش طبعا على بتاع الفضايح ده وبتتهرب، وبتقول له يمكن مجرد انعكاس بس، ولكنه بيأكد لها انه اولا خبير في الصور مش عاير وده مش انعكاس، وثانيا هو فكر يفلتر الصور وعكس الالوان علشان يوضح الشيء ده ايه. واكتشف حاجه اغرب، وهي ان في زي شباك زنزانه حوالين راسها، فبتترعب من المنظر وبتطلب منه نسخه من الصوره دي. وبتقوم واخده الصوره ورايحه لهان اللي بيحاول يقارن صوره الشبح اللي ظهر وراها بصوره ابوها، وبعدها بيقرر يصورها هو ويعمل نفس فلاتر الالوان علشان يشوف هل الهاله المظلمه اللي شبه شباك الزنزانه لسه حوالين راسها ولا لا. وفي اخر اليوم بنشوف ليندا راجعه لوحدها للبيت، وفجاه بتسمع صوت الباب الخشب بيزيق، وبتلاقيه ظهر لها في نص الشارع. فبتقرب منه، واول ما بتفتحه بتتسحب جواه، وبتشوف صندوق جينا قدامها، وبيظهر بوضوح شبح شخص غريب، وبرضه بيقول لها انت اللي قتلتيها. وفجاه كل ده بيختفي، وبتيجي عربيه في وش ليندا وبتبقى على وشك تخبطها. فبترجع ليندا بسرعه لروز وبتقول لها ان الشبح اللي ظهر لها قبل شويه ده مش ابوها، وبتفتح صندوق جينا تدور فيه، واول ما عينيها بتقع على صوره جينا مع باباها بتقول لها ان ابو جينا هو الشبح اللي ظهر لها وبيطاردها. وتاني يوم بتروح تقابل جينا وبتسألها عن والدها والطريقة اللي مات بيها، فجينا بتوضح ان والدها كان شغال في شركة الغاز ومات تحت الارض اثناء حادث انفجار ادى لانهيار اراضي. وبتحكي ليندا انه دايما كان بيشتكي من شغلهم، وبيقول لمامتها ان المكان ده مسكون. ولما ليندا بتسألها مامتها ماتت ازاي، جينا بتتضايق علشان ليندا مصممة تقلب عليها المواجع، وبتعرفها ان امها ماتت مع ابوها في نفس الحادث، وبتقول بحزن انها معهاش اي صورة لمامتها وده مضايقها لانها نسيت ملامحها. بعدها بنشوف ليندا في الارشيف البلدة علشان تدور على تقارير وفيات سنة 1982، السنة اللي ابو جينا مات فيها. ولكن الموظف الكسلان بيقول لها تعالي بعد اسبوعين او 3 يا ابله، وبيرمي لها استمارة علشان تملاها. كل ده بيحصل قصاد شبح الموظف القديم اللي كان ماسك الارشيف ومات في شغله. فبتعمل ليندا انها مشيت وبتستنى الموظف يروح يتغدى، وبعدها بتطلب من الشبح ده يساعدها ويدلها على مكان الملفات. وبتبقى ليندا كل اللي عرفته من التقارير ان كان في تسريب غاز كبير تحت الارض ادى لوفاة عمال وانهيار نفق، ولكن الشبح بيطلع واخده من عصابة جو وبيخلي النور يفصل عليها وبيهددها انها لو ما رجعتش مش هيسيبها تخرج على رجليها. فبترجع ليندا الغلبانة على البيت وبتحلم انها لسه صغيرة وباباها بيظلها، وبيقول لها ان هو كمان طول الوقت كان مفتقدها. ولما بتسأله طب سابهم ومشي ليه، بيقول لها انها لازم تكتشف السبب ده بنفسها وتعرف هو ليه بيظهر لها دلوقتي. فبتطلب منه يديها تلميح واحد حتى يساعدها، فبيقول لها لما وصلت سن ال 15 سنة وبعد كده بيختفي. فبتصحى ليندا وبتقرر ترجع تاني بسرعة على الارشيف، وبتدور على ملفات اخبار سنة 82، واول ما بتلاقيها بيظهر لها شبح الموظف العرق ووراه شبح بيفضل يخنق فيها وبيبقى هيقتلها. ولكن ليندا بتقول له انا مش خايفة منك، فبيختفي هو والايد اللي بتخنقها. وبسرعة بتبص في الملفات واصطدمة انها بتلاقي خبر الحادثة في جريدة، وفي صورة مامتها كانت ماشية في نفس المكان. وفورا ليندا بتروح تواجه مامتها تاني وبتقول لها بغضب انا مش سألتك يا ست انتي لو كنت مخبيه عني حاجة وقلت لا، ازاي ما تقوليش اننا كنا موجودين سنة 1982 في مدينة تانية مع ان ده خط مهم وكان ممكن يوصلني لابويا. فالام بتنهار وبتعترف لها ان هي اللي قتلت ام جينا، وبتحكي لها ان هم لما نقلوا للمدينه اللي تتكلم عليها دي كانت لسه بتكتشف قدراتها وكانت مرعوبه منها وبتحاول تتجاهلها. وبتفتكر يوم الحادثه لما حصل انفجار خط الغاز اللي تحت الارض، وهي كانت واقفه بره وشافت شبح ابو جينا وهو طالع ومش مستوعب انه مات، فراح يتكلم مع مراته اللي كانت واقفه وسط الناس قلقانه عليه ولسه ما عرفتش اللي حصل له. ولما بدا يفهم انها مش شايفاه راح لام ليندا وترجاها تقول لمراته انه موجود هنا. فام ليندا راحت للست وقالت لها بتوتر ان جوزها موجود هنا، وقبل ما تكمل الست افتكرتها تقصد انه عايش ومصاب، فطلعت تجري على مكان الانهيار وللاسف حصل انهيار تاني وماتت جواه. ومن وقتها وهو روحه محبوسه في غضب وبيلومها على موت مراته وده معذب ضميرها. وبنفهم كده ان ليندا عشان شبه مامتها وبتشوف الاشباح الاب افتكرها هي وجاي ينتقم منها.
وهنا ليندا بتقرر تصلح الغلطة دي، ولكن قبلها بنشوف هان بيتفرج على صورتها بعد ما عدلها وبيكتشف ان فيها نفس الشكل حوالين راسه، وفجأة بيلاقي يوسف داخل عليه وبيحكي له عن الصور اللي صورها ليندا وبيقول له بما انك خبير فهمني ده ايه بالظبط. بس هان بيرد عليه بسخافة وبيقول له انه مجرد انعكاس، وبيطلب منه يسيبه من الاوهام ويروح يجيب له كتاب علمي. ولكن يوسف بيكون لمح صورة ليندا عنده فبيسرق الملف بتاعها كله على فلاشة من غير ما هان باشا ياخد باله. وبنرجع لليندا اللي بتقابل شبح ابو جلال غضبان وش لوش، وبتقعد معاه قعدة عرب وبتفهمه كل حاجة بالراحة وبتعرفه ان امها ملهاش ذنب في اللي حصل. فبيشتكي لها الشبح ان مراته اختفت وما شافهاش من يوم الحادثة، وبيسألها لو كانت عبرت للنور مثلا هو ليه هنا لوحده. وفي اللحظة دي ليندا بتفتكر وبتقول له علشان عنده حاجة لسه ما خلصتش. وبعدها بتجيب جينا للمحل وبتطلع لها الصورة اللي موجودة في الصندوق القديم، وبيفضل شبح الأب يقول لليندا تفاصيل محدش يعرفها غيره عن عيلتها وذكريات كل صورة. وفي الآخر بيخلي ليندا تقول لها بصي في ألبوم الصور القديم في الصفحة الأخيرة، وبتكشف لها إنه غلاف سري. ولما بتفتحه بتتفاجأ بصورة لمامتها معاها وهي عندها 3 شهور، فبتتأثر جينا وبتعيط خصوصا لما بتعرف إن بابا كان حواليها طول الفترة دي. وأخيرا بيرتاح شبح الأب وبيحس بالسلام أخيرا بعد ما وصل رسالته لبنته وعرف إن مراته في مكان أفضل. وفي آخر الحلقة بترجع ليندا لمامتها وبتعرفها إنها صلحت سوء التفاهم اللي كانت بتهرب منه طول السنين دي. فالأم بتقول لها بحسرة إنه عمرها ما عرفت تتعامل مع الأشباح زي ما ليندا وجدتها كانوا بيتعاملوا، وفجأة بتترجاها تمشي من مدينتهم لأنها خطر عليها وهي مش مرتاحة للأرواح اللي ممكن تعمل فيها حاجة. بس ليندا بترفض فبتسيبها الأم وبتدخل بيتها من غير ولا كلمة. ولحد هنا بتخلص الحلقة.